اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو جديد، يا رب ينول إعجابكم. بصوا بقى النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل فرخة محشية. هشارككم طريقتي في حشي الفراخ. تمام، كلكم شطار وكلكم عارفين، بس دي طريقتي. يمكن تطلع منها بتركاية او بأي معلومة تفيدك. مش معنى ان انا هحشي فراخ يبقى ما اتبلش الفراخ، لا. فرختنا مغسولة ومنقوعة وزي الفل، هي ديك مش فرخة، ومغسولة ومنقوعة وزي الفل ومصفياها، بس لازم اتبلها. هتبلها بايه؟ بصلاية هبشرها، وهبشر البصل الكمية كلها. عايزة الكمية بتاعت البصل، بصلتين، واحدة أتبل بيها والتانية هعمل الحشوة بيها. فقلت أقسم البصل، أبشر البصل مرة واحدة وأقسمه. تمام لحد كده. فهنا كنت بشرت أول بصلاية ودي التانية، ومعايا الكبداية والجناصية بتوع الفرخة مقطعهم زي ما انتوا شايفين في الطبق، ومغسولين ومعصور عليهم ليمون وزي الفل. هنا قسمت البصلات، خدت البصلاية في حلة، وخدت البصلاية اللي أنا هتبل بيها أحط عليها شوية ملح، وهحط عليها فلفل أسود بس. مش بحب بهارات أكتر من كده، وممكن سنة بتاع ده كزبرة ناشفة. انتي حابة تضيفي أي نوع بهار انتي براحتك. تمام، المذاق اللي بتحبيه حطيه، أنا بعتمد دول بس. كده الفرخة كانت مغسولة وزي الفل. هتبلها من بره ومن جوه وتحت الجلد زي ما قلت لكم، هعمل لها مساج محترم بحيث ان لحم الفرخة كله يتطعم. والحركة دهيت بتدي تست عالي جو اللحم الفراخ، ويبقى طعمه تحفة وجميل. فتخيلي بقى ميكس التتبيلة دهيت مع الخلطة اللي هتتحشى بيها، فكده الفرخة هتبقى في حتة تانية خالص. دايما الفراخ المحشية طعمها بيبقى حلو. اهي زي ما انتوا شايفين كده الديك عامل ازاي، حلو وصغير وجميل، وفي الحشوة يبقى طعمه تحفة. تمام كده تبلت الفراخة بتاعتي وركنتها. هنا طاسة على النار وفيها معلقة سمنة، وهنزل على معلقة السمنة دي بالبصلاية التانية اللي أنا بشرتها. أهو، هنا البصلاية كانت في الطاسة والسمنة نزلت عليها أهو، بس لا أكتر ولا أقل. هشوح البصلاية دهيت ما تاخدش لون، يا دوبك كده ادبلها وتشرب ميتها. بعد كده هكون عاملة ايه؟ هغسل نص كوباية رز مصري. تمام، الفرخة دهيت صغيرة فتحشيها نص كوباية. فأنا علشان خاطر عندي بنتي بتحب الرز اللي بالخلطة بتاعت الحمام أو البط أو الفراخ، فعملت كوباية هتشوفوها معايا دلوقتي في الطبق. أهو زي ما انتوا شايفين البصلة بدأت تدبل. هكون غسل الكبداية والجناصية بتاعتي وهنزل على البصلة بيها، بحيث هشوح الكبدة والجنصة في البصل. تمام لحد كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده معايا، انا مخليتش البصلة خدت لون، لا انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها تدبل بس. الخلطة دي بتبقى حلوة جدا في الفراخ، جميع أنواع الطيور، في الحمام الكذاب، في وصفات كتيرة بصراحة. حلوة كده برضو. ممكن طبق رز الكبد والجوانص كده، وتاكليه جنب طبق سلطة خضرا، مية مية وتمام وزي الفل. عادي، كل نعمة ربنا الحمد لله عليها. اذكروا الله يا حبايبي، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. هنا الكبد والجوانص وهي بتتحمر هنزل عليها بمعلقة ملح وبرشة فلفل أسود. أهو شايفين فصلت اهي السمنة من الكبد والجوانص. أركنها بقت على جنب كده، واروح اغسل الرز واجي ادينا غسلت الرز اهي كوباية صغيرة، مج من بتاع الشاي بس. فانا غسلت مج الرز ونزلت على الكبدة بيه، وهشوحها شوية مش كتير. اهو سهل لحد كده؟ لو هو سهل حطوا اللايك وقولوا ان هو سهل. اهو الصيف الأكل مش بيبقى أحسن حاجة فيه،
مش بيحب الأكل، فدايما دايما بنحب نعمل وصفات خفيفة كده، أكل خفيف عشان الحر والزهق. فدي بعتبرها أنا من الوصفات الخفيفة. ادي شوية المية اللي هسقي بيهم. بصوا بقى في المرحلة دي، انتي فرختك صغيرة، اسقي الرز عادي مفيش مشاكل. بطية هتاخد ساعتين تلاتة معاكي على النار. ليه تسقي الرز؟ حط الرز كده متحمر بالكبد والجوانس، وهيستوي، هياخد سوى البطاية. فاهماني؟ فدايما انا بعمل الحركة دي عشان خاطر الفرخة بتبقى صغيرة معايا، والحمام برضو بيبقى صغير، مش بيغيب في السوا. لكن لو حاجة بتغيب في السوا يا بنات، عادي مفيش مشاكل، حطوه زي ما هو ني. كده كده الرز بيبقى مغسول ومنجوع. هنا الفرخة بتاعتنا كنت خلاص غسلاها ومتبلاها وزي ما انتوا شايفين وركناها، والخلطة خلصت. هولع على المية وهروح أحشي الخلطة دي. الخلطة دي هحشيها جوه الفرخة. عملت ايه بقى؟ انا قلت لكم ان انا هحوش حبة رز عشان بنتي، انا مزوداهم في الاساس. فهقسم الخلطة دي نصين. ما ينفعش اخد الرز كله عند الفرخة ويطلع زيادة. ومعلش برضو مهما كانت الفرخة مغسولة ومتبلة ونظيفة، هيبقى برضو لها ريحة زفارة وهي نية. فانا ما ينفعش، فهاخد رز في الطبق ده بالطلب، وقت ما يخلص احط غيره. النظام مش وحش يا بنات، تركات بسيطة بس بتفرق في طعم الأكل. فأنا خدت شوية في الطبق على قد محشي الفرخة. هحتاج هاخد تاني، مش هحتاج يبقى خلاص عادي تمام وزي الفل. أهو. هحتاج أنا معلقتين تاني بمعلقة نظيفة وهاخدهم برضو. بس لا أكتر ولا أقل من كده. أهو أنا بقلب قلب أهو في الفرخة. بس هنا الفرخة بتاعتي كانت خدت كفايتها يا بنات، واللهم لك الحمد والشكر، وكانت قلبوزة وكانت حلوة. أهو. هنا بقى هبدأ أكتفها زي ما انتوا عارفين، ما ينفعش طبعا بعد الحركة دهيت ما تتكتفش. طب هتحطي لها خلة يا ام اياد؟ لا مش هحط لها ولا اي حاجة، ولا هتنزل رزاية في الشوربة. مغسولة ومنجوعة ونظيفة وزي الفل. هنا تمام، كنت حشيت الفرخة بتاعتي وخلصتها وزي الفل. وحبة الرز الباقيين دول هركنهم واغطيهم لحد ما الاكل يبقى مستوي. هنشوف هنعمل ايه فيهم، هما مش مستويين غير نص سوا، هنكملهم سوا. تمام. وفي نفس الوقت بنتي هتاكلهم بألف هنا وشفا. هنا اغطيهم واركنهم لحد ما يجي دورهم. هنا بقى هاخد الفرخاية واطلع على البوتاجاز. المية بتاعتي كانت غليت، هنزل بالفرخاية اهو زي ما انتوا شايفين كده. وادي الجناحين بتاع الفرخة، والبصلتين القوارمة اللي انا متعودة ارميهم في الشوربة، والفلفل الاسود والملح برضه هينزل بيه. انا افضل بهارات بالنسبه لي هو الفلفل الاسود، بحبه جدا جدا جدا. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بحب الفلفل الاسود جدا جدا جدا. وعندي فوبيا يا بنات من التوابل المطحونه. مستحيل اروح عند اي عطار واشتري توابل مطحونه، لازم في اضيق الحدود اشتري اللي هي ممكن بابريكا، اللي هو بهار انا مش ينفع اطحنه في البيت. لكن انا بخاف جدا من التوابل المطحونه، فدايما احب اجيبها في البيت وانجيها واديها سنه كده على النار تحميص، واطحنها في بيتها، ابقى واثقه في نظافتها وواثقه في جودتها. انا بحب كده بصراحه. ويا ريت انتوا كمان كلكم تعملوا كده. انت كده كده هتشتري، فبدل ما تشتري بهارات مطحونه، لا هاتيها حصى واطحنيها انت في البيت. هنا حلة وهنزل فيها بمعلقة سمنة. قلنا نغير بقى ونعمل شوية مكرونة محمرين. كيس مكرونة، هو كيس واحد نص كيلو اهو ستار. انا بحب المكرونة يكون الشكل ده، الشكل ده انا بحبه. تمام. اهو هحمر كيس المكرونة جنب الاكل بتاعي. قلت اذا كان انا حاشية الفرخة برز، يبقى احمر كيس مكرونة ونعكس عادي. ممكن عادي كنا نعمل رز مفيش مشاكل، بس قلنا نغير يعني الاسبوع كله رز في محشي، رز جنب السمك، رز في الكشري، فنغير بقى. هنا وانا بحمر كيس المكرونة، حلة على النار وهنزل فيها بمعلقة سمنة زي ما انتوا شايفين كده. وهنا كنت
دجة راس توم في الهون، شوية توم يعني، وأحمر. هعمل ايه؟ هعمل ملوخية ناشفة. يبقى أكلنا النهاردة ايه؟ فراخ محشية وملوخية ناشفة ومكرونة محمرة. تمام كده. اديني ايد بتحمر المكرونة وايد بتعمل الملوخية، علشان كان عندي حلقة قرآن، فقلت اعمل التحضيرات ده قبل ما امشي على الحلقة، ارجع بإذن الله احط الاكل على طول ونتغدى ونشوف هنعمل ايه. هنا طبعا الملوخية لازم التومة بتاعتها تبقى ذهبي. تمام. وانا الملوخية الناشفة دايما بحب اضيف ليها طماطمية مبشورة، فاللي زي يكتب لي في الكومنتات، بتخليها حلو. وفي ناس بتعملها عادي من غير طماطم. ده الأكل أذواق، كل واحد وذوقه في الأكل، بس أنا بشارككم الطريقة بتاعتي اللي احنا متربيين عليه ومتعودين عليه. جربيها، نفعت معاكي تمام، ما نفعتش معاكي عادي، ما خسرتش حاجة. هنا التومة بتاعتي بدأت تاخد اللون الذهبي، هنزل عليها بالطماطمية المبشورة بتاعتي، وطبعا بمعلقة الكزبرة الناشفة. ملوخية وتومة على النار يعني كزبرة ناشفة. وهنا المكرونة بتاعتي كنت بحمر فيها وإيدينا وإيدينا. طبعا هو في الحوض، لو في حاجة في الحوض عايزة تتصبن زي ما قلت لكم قبل كده، ملاية سرير تتغير، إيه، ألم لبس ولاد أحطه دورة في الغسالة، إيه كده يعني. ادي المكرونة بتاعتي بمعلقة الملح، خليتها بقت لون ذهبي في ثواني وما خدتش وقت. وادي هنا الطماطمية بتاعتي اتسبكت والسمنة طلعت على الوش ولونها أحمر وجميل، أنزل عليها بالشوربة بتاعتها. هنا المكرونة كانت اتحمرت والملوخية كانت الشوربة بتاعتها اتعملت لحد كده. طفيت وإيه وقلت إيه، هروح القرآن وأرجع أكمل، على أساس إن القرآن بتاعي ما تأخرش فيه على أكل الأولاد، يعني أبقى عاملة جزء كده وجزء كده. هنا بقى كنت جيت من القرآن وهعمل بقى أسقي المكرونة بالشوربة، والملوخية بقى هولع عليها وأحمر الديك بتاعنا زي ما انتوا شايفين. المكرونة دايما أنا بحب أزود لها كبشة شوربة زيادة عشان احنا بنحبها فيها شوربة. والرز بتاع اللي فايض من الديك هديله شوية شوربة عشان يكمل سواه، علشان هو مستوي نص سوا. تمام. هنا الشوربة لازم تغلي يا بنات، لازم الشوربة بتاعت الملوخية تكون بتغلي عشان الملوخية ما تسقطش منك ما تاخدش نار كتيرة معاكي وتغمق. ونسيت اقول لكم والله انا اسفة، كنت حاطة معلقة سكر على الطماطمية المبشورة، بتخلي لون، شايفين الملوخية لونها عامل ازاي؟ كأنها خضرة مش كأنها ناشفة. هنا المكرونة كانت بتستوي معايا والملوخية كانت خلصت معايا. تمام. هرفع طاسة على النار بقى واحط فيها حبة سمنة على زيت وشوية ملح. ليه شوية الملح؟ بيطعموا لي لحم الفرخة وفي نفس الوقت مش بيخلوا السمنة ولا الزيت يطرطشوا معايا، بس لازم تدوبيهم عشان لو ما دوبتهمش الملح بيتجمع في الزيت وبيعمل كتلة كده، فتاخدي بالك من حتة زي دي. هحط الفرخة زي ما انتوا شايفين كده واخليها تاخد اللون الحلو، اللون الدهبي. بس مش بحب انشف على الفراخ البلد، وخاصة لما تكون صغيرة عشان اللحمة هيبقى طري ويبقى حلو، واستفاد بالتتبيلة اللي انا عاملاها فيها. اهو فيديو سهل وبسيط واكلة سريعة وكلنا والحمد لله، وكانت خفيفة في الحر ده. هنا شوية الرز اللي انا كنت مخليهم هاخدهم اعملهم فرشة تحت الديك بتاعي. تمام اهو. هم قليلين بس بحيث ان احنا واحنا بنقطع الديك الرز برضو اللي ينزل منه كانوا الأولاد بياكلوا. ويا رب يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، وبيوتي وبيوتكم عمرنا بالخير يا رب، ورضا الرحمن علينا. دي أهم حاجة، رضا ربنا علينا ده أهم حاجة. نسارع ونجاهد إن احنا نرضي ربنا بإذن الله يعني، وربنا يغفر لنا ويرحمنا ويسامحنا، احنا عايشين برحمته. وادي الملوخية معايا كانت زي الفل ونعمة من عند ربنا، وأكلنا واتبسطنا والحمد لله. أهو هغرف طبقين الملوخية وخلاص. الملوخية والله خضرة وجميلة، واحنا بنحب الملوخية الناشفة على طول جنب الأكل. أهو شايفين الفرخة
قاعدة متأنتكة كده ومقلبظة ومية مية، اللي هو ايه بقى. هنا المكرونة بتاعتي شايفين جوسي ازاي اهو. احنا بنحبها كده، محبهاش ناشفة خالص، لا نحبها فيها شوية شوربة، بتبقى طعمها حلو ومش بتبقى عاملة زي الفشار كده. بابا الله يرحمه ويسامحه كان دايما يقول سووا المكرونة كويس عشان ما تبقاش عاملة زي الفشار، فخلاص الكلمة بقت على لساننا بقى. جميلة وحلوة وأكلنا، واللهم لك الحمد والشكر، وربنا يديمها علينا نعمة وعليك ويحفظها من الزوال، ودايما كده يا رب يا رب يا رب واقفين بنعمل لولادنا، وربنا يخليهم لنا ويخلينا ليهم، ودايما نسعدهم ونرضيهم. وده كان فيديو النهاردة وغدانا، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.